مصر قررت تزرع شمس جديدة في قلب الصعيد. أيوة، لأن الحكومة قررت تبني أكبر مشروع طاقة في أسوان، وخبراء العالم قالوا عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية. والمحطة هتنتج طاقة ضعف اللي بينتجها السد العالي، وتقدر تنور 70,000 بيت بالكامل. يا ترى ازاي هيغير شكل الطاقة مش بس في مصر لكن في الشرق الأوسط كله؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، فخليك متابع معانا. لما بنسمع كلمة أسوان أول حاجة بتيجي في دماغنا هو السد العالي، أعظم مشروع عملته مصر في الستينيات، واللي قدر يولد طاقة كهربائية أنقذت مصر حرفيا لسنين طويلة. لكن تخيل إن الدولة عملت مشروع تاني على نفس الأرض دي، مشروع قدر يدخل مصر عصر جديد من الطاقة. أيوة زي ما سمعت كده، وده مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، المشروع اللي حرفيا حول الصحراء المدينة من الألواح الشمسية، واللي خبراء العالم أطلقوا عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية. القصة بدأت بفكرة استغلال شمس الصعيد، وخصوصا إن الشمس اللي هناك مش عادية، والصعيد معروف بارتفاع درجات الحرارة. ومن هنا الحكومة قررت تعمل مجمع ضخم جدا في منطقة بنبان بأسوان. المشروع مقام على مساحة 37 كيلو متر مربع، يعني تقريبا 8843 فدان. المساحة دي ضخمة جدا لدرجة إنها تعادل 50 ملعب كورة جنب بعض. بس اللي بيميز مشروع بنبان مش بس الحجم، لكن القدرة اللي بيقدر ينتجها من الكهرباء، وده لأنه ببساطة المشروع ده بينتج 2000 ميجا وات كهرباء، يعني تقريبا 90% من الطاقة اللي بيولدها السد العالي. وعلشان الرقم يقرب لك أكتر، المحطة دي بتولد كهرباء تكفي لإنارة 70 ألف بيت كامل. انت متخيل المشروع ده كبير ازاي؟ مش بس كده، ده كمان اللي يخلي مشروع بنبان مختلف كمان انه اتعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات اجنبية. يعني مش مجرد مشروع حكومي عادي، ده مشروع عالمي اتكلف 3.4 مليار يورو، يعني حوالي 40 مليار جنيه مصري. وعشان كده اخد جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مشروع بنية تحتية سنة 2020. الأهم من كده، المحطة دي هتمنع انبعاث 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل سنة. يعني مصر مش بس بتولد كهرباء، دي كمان بتحارب التلوث وبتاخد خطوة في مواجهة التغير المناخي. مش بس كده، المشروع ده وفر حياة جديدة لآلاف من أهل الصعيد. أثناء البناء بس اتوفرت 11 ألف فرصة عمل مباشرة و23 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ولسه بعد التشغيل في 6000 فرصة شغالة لحد دلوقتي. وده غير ان 10% من ارباح الشركات اللي شغالة هناك لازم تروح لخدمة المواطن، يعني من الاخر يتبني بيها مدارس، مستشفيات، تقدم بيها خدمات لاهالينا في اسوان، يعني التنمية راجعة للمنطقة نفسها. حتى التعليم أخد نصيبه، اتعملت مدرسة صنايع للطاقة الشمسية في أسوان علشان تطلع جيل جديد من الفنيين والمهندسين اللي هيبقوا خبراء في المجال ده. ودلوقتي لما تمشي في أسوان هتشوف آلاف الألواح الشمسية اللي بتحسسك إنك في مكان سابق الدنيا كلها وكأنه من المستقبل. الألواح موجودة على مساحة كبيرة جدا، ومنظرها لوحده يفرح. ومش احنا لوحدنا اللي شايفين ده وزير التنمية الألماني وصف المشروع بأنه الفصل القادم من قصة نجاح الطاقة الشمسية. وخبراء عالميين شايفين إن بنبان بداية عصر جديد في أفريقيا وآسيا، وإنه مش مجرد محطة كهرباء عادية، ده حرفيا كأنه شمس جديدة مصر زرعتها في قلب الصحراء في أسوان. مشروع بيحكي للعالم كله إزاي مصر اللي بنت السد العالي في الستينيات هي نفسها اللي قدرت تبني دلوقتي أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. قول لنا بقى أنت رأيك في مشروع بنبان.